أهلا وسهلا بكم مشاهدينا بحلقة جديدة من أصل الأشياء. اليوم رح نتحدث عن العطر. العطر مستحضر يصنع من مواد طبيعية أو اصطناعية أو من مزيج يتألف منهم اثنينهم. يقوم العطار بمزج هذه المواد سوية حتى ينتج عبير فواح. طبعا يستخدم الناس العطور بطرق مختلفة حتى ينطون لأنفسهم وللجو المحيط بهم روائح زكية. من الناس من يستخدم عطور دهنية أو سائلة حتى تبقى متعلقة بملابسهم وبأجسامهم فترة طويلة. ثبت بالتاريخ أنه الإنسان ومن عصور قديمة يستخدم نوع من العطور كان ينتجها من حرق أنواع من النباتات اللي تكون ذات روائح فواحة بمثابة بخور، يستخدمه أثناء القيام بالطقوس الدينية. استخدم الفراعنة العطر منذ 4000 سنة بهذه المناسبات، وكان أكو رأي راجح يقول أنه أول صانع للعطور كان كيميائي يدعى تابيوتي. هذا الشخص استخرج العطر لأول مرة باستعمال نبات المر والزيوت والزهور ببلاد ما بين النهرين، تحديدا بالعصر البابلي. قبلها العرب كانوا أول من استخدم تاج الزهرة لاستخراج ماء الزهور قبل 1300 عام. طبعا ما استخدموه كعطر فقط، لأنه استخدموه أيضا كدواء، وأقدم أنواع العطور بالعالم يدعى عطر الورد. كان راجح جدا عند القبائل العربية هذا العطر. تعتبر الأزهار مثل الياسمين والبنفسج وزهر الليمون والورد وغيرها من المصادر المهمة لاستخراج العطر. لكن جوهر العطر يستخرج من مصادر أخرى غير الأزهار، اللي هي شنو؟ اللي هي الخشب، خصوصا خشب الأرز وخشب الصندل، ومن أوراق أيضا اللي هي أوراق النعناع والخزامة، مرات من جذور معينة من النباتات مثل جذر الزنجبيل والسوسن. أقدم طريقة لصناعة العطور كانت عن طريق استقطار تيجان الأزهار من الماء، وتكون عبر وضع رقائق من الزجاج فوق إطارات خشبية، طبعا تغلف بدهن نقي، وتغطي تيجان الأزهار وتكدس الواحدة فوق الأخرى. يجري تبديل التيجان بين فترة وأخرى لحد ما يمتص الدهن النقي الكمية المطلوبة من العطر. أما الأسلوب الحديث فهو يستخدم مذيب نقي يتم استخراجه من النفط. طبعا يدور هذا المذيب على تيجان الأزهار النضرة لحد ما يصبح مركز بالعطر. بعدها يتم فصل المذيب بواسطة عملية التقطير، وينقى العطر طبعا بالكحول. طبعا حاليا يمكن تركيب العطور من مواد كيميائية حتى يبين أنه هي طبيعية. بشكل عام اتطور معنى وهيئة العطر بطرق مختلفة باختلاف البلدان المصدرة لهذا العطر، ولهذا توجد العديد من أنواع الروائح اللي كانت تعتبر عطور قبل ظهور العطر بشكل الحديث. يعتبر المجريون أول من أدخل العطر كمنتج حديث، ويمكن وضعه ويصنع من مزيج زيوت معطرة في محلول كحولي. صنع أول عطر لاستخدام الشخصي حصرياً لملكة المجر إليزابيث تحديداً بالقرن ال14 الميلادي، وأصبح بعدها معروف بجميع أنحاء أوروبا باسم هنغاريا ووتر، لأن العطور تهيمن عليها المكونات الطبيعية مثل إكليل الجبل والزعتر. طبعا الموضوع ما يكون مثل ما كنا نعتقد ومثل ما أنتم تعتقدون أيضا، لأنه أجود أنواع العطور وأكثرها تكلفة مصنوع من الزيوت المطلقة، واللي هي شنو؟ اللي هي مزيج من الخلطات المركزة العطرية والدهنية أيضا المستخلصة من النباتات أو من بعض الأزهار. تعتبر المكونات الطبيعية أغلى سعرا، لأنها عادة ما تكون نادرة للغاية. إلى اللقاء.